السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد، ولسه ماتشات افريقيا خلصانة في نفس توقيت حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. النقطة اللي عايز اتكلم فيها هي ان الواحد زعلان للماتشين، وانا بقول لكم كمشجع كروي يعني وبتفرج على كورة من ساعة ما اتولدت، شكلها كده ان الاهلي والزمالك خرجوا من الدور الاول، الدوري اللي هو دور المجموعات. يعني عندك انت الزمالك الترجي خلاص صاعد اول مجموعة، وعندك في الاهلي صن داون صاعد اول مجموعة. انت بقى الزمالك قاعد هتكحت مع المريخ والشباب بلوزداد وانت اوريدي نقطك اقل منهم، والاهلي هيقعد يكحت مع القطن والهلال، وطبعا شكل الهلال ايه، شارخ. فالموقف صعب، الموقف صعب جدا. وحبس مرتضى منصور لو نتكلم في نقاط صغيرة جدا، يعني هو راجل بيخيط في الأعراض، وراجل بيشتم بالأم ويقول لك مراتك، ولو مش عارف ايه، لو انت مش ذكر هاتهالي. سيء 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 اللسان، و يعني يا رب يتعلم من الدرس. وكويس ان الحكومة او الدولة اديته الحكم دوت بحيث يطلع قبل شهر رمضان المبارك على طول، ويقعد بقى يستغفر ربه بقى في رمضان، ويركز بقى ايه مع عيلته ومع ربه في اخر ايامه، ويسيبك بقى من خوض في الاعراض ومين سرق وانت حرامي واللجان والمختلط. وهتقعد انت في السجن دلوقتي بتفكر في الحاجات دي، وهتندم يا مرتضى منصور. تقعد انت كل يوم هاري نفسك. يعني بص، ده اللي دخلك السجن ايه؟ ده حتة الحديدة اللي هو ايه، الميكروفون ده مرتضى منصور هو اللي السبب دخلك السجن. هو دلوقتي اللي انت قاعد ورا القضبان وانت في السن دوت، وراجل كبير يا عيني وراجل عجوز، هتقعد. يعني انا كواحد اهلاوي انا بقول لك اهو النهارده بعد حكم مرتضى منصور ده، والله كنت لاول مره بشجع الزمالك قدام الترجي، عايز الزمالك يصعد ويصعد الزمالك، والاهلي هو اللي يخرجه كمشجع اهلاوي ونفرح احنا. بس يعني ما كنتش عارف اشجع الترجي ولا عارف اشجع تونس والتوانسه، انا للاسف يعني اللي بيشوفوني يعني انا كواحد لاول مره، انا يعني من المرات القليله جدا اللي بشجع فيها الزمالك، او تعاطفي، مش هقول لك تشجع بس تعاطفي. يعني الزمالك في كارثه وازمه بسبب واحد هلفوت هو وعياله، ضيعوا النادي وخربوا الدنيا. والاهلي بقى شكله مجهد وبيضيع بلينات كتير. يعني حكايه البلينات اللي بتضيع دي كتير دي غريبه جدا. وبعدها كورة انت مخرج الشحات، ما تخرج بيرسو تاو، يعني خرج بيرسو تاو الشحات يقعد، ده جايب لك الجول التاني يا راجل، حرام عليك، حرام عليك في التغييرات، حرام عليك في التغييرات كده. انا بقول لك اهو كواحد مشجع كوره، باي باي، السلام عليكم. اهلي والزمالك الاثنين بره دوري المجموعات، خليهم بقى يركزوا بقى في الدوري والكاس والهلفطه دي. ولك الله ولك الله يا جمهور الكوره في مصر. منتخب الشباب بطولة مهمة وكاس عالم وبتاع، تعمل لي واحد مغمور، مدرب مغمور. يا عم اوكي، نعرف اللي هو ابنك عمر جابر ده اشهر منك انت، ليه يجيبوا انت واحد مغمور؟ يعني منتخب زي ده هتقولوا مثلا شوقي غريب، حمادة صدقي، حسام حسن، ناس ليها في الكورة. مين هو ده؟ مين؟ ولا مغمور يا جماعة، ناس مغمورة جدا. ما نعرفش بقى دي مصالح ولا سمسرة ولا عمولات ولا ايه بالظبط، بس مش ممكن. الواحد حزين. لو سمحت تابع القناة، واعجابك بالفيديو شير لو سمحت، عشان انزل اعمل فيديوهات. انا بقالي 10 ايام كده نفسي مسدودة. لو سمحت شير وعرف صحابك على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.